انا عندي عتاب بصراحه وزعلانه جدا انه لما تروح لدكتور فتقول له انا ابني ما بياكلش خالص، اللي هو ده بيحصل كتير جدا لاغلب اولادنا مع التسنين. فيقول لها افطمي ابنك عشان ياكل. لو دكتور خريج كليه الطب مش مقتنع باهميه الرضاعه الطبيعيه وانها اعلى من اي اكل الطفل هياكله، بالذات اول سنه وفي السنه التانية، انا بتكلم على اللي عايزك تفطمي بدري مش تفطمي في ميعادك. اوكي. وفي السنه التانية المفروض الرضاعه دي تكون على الاقل من تلت النص الاكل بتاع الطفل، لانه لا تكافئها حاجه في الدنيا عشان مناعه ابنك في ال20 سنه وال30 سنه ربنا يديله الصحه اللي جايين. فلو الدكتور مش عارف ده وما بيقولش ده، المفروض مين اللي يقتنع بده ويعرفه؟ بجد حاجه يعني تضايق. طيب، انت قبل ما تقول لها روحي فطمي ابنك، انت متاكد ان هو هياكل؟ اصل في اولاد فعلا لما بتتفطم بتاكل، وفي اولاد وعن تجربه انا اقول لكم مثلا، انا فطمت بنتي على السنتين وبرده ما بتاكلش. يعني في اولاد وامهات هتقولك كده، ما هو برضو مش شرط لما يتفطم ياكل، ما هو مع التسنين ووجع الضروس مفيش حاجه مسكناه غير ان هو يشرب شويه اللبن. حتى شويه اللبن هاخدهم عنه. اوعي تفتكري يعني انها تتفتح شهيته جدا وضرسه بيوجعه، انت لو ضرسك بيوجعك مش هتقدري تاكلي. طيب، في حاجه كمان مهمه، انت عملت الشغل الاساسي اللي المفروض تعمله قبل ما تقوله فطومي وريحت دماغك؟ يعني مثلا قلت للام الولد ده اخد حديد صح من الشهر الرابع او السادس ولا لا لو هو بيرضع طبيعي؟ سالتها اذا كانت هي اصلا كانت بتاخد حديد كفايه ولا كانت انيميك في اخر 3 شهور حمل، لان ده اللي بيعمل له مخزون الحديد اول 6 شهور. ما يمكن ما بياكلش بسبب انيميا. الولد اخد حديد، الولد ده عند السنه حلل، دلوقتي بيحللوا انيميا عند التاسع كمان حسب التوصيات الجديده، مش بس عند السنه، مش مجرد عند السنه. طب الولد ده اخد كفايته من الاكلات اللي فيها حديد؟ اكل مثلا لحمه حمراء، تمر، مثلا بنجر، كبده فراخ في الاول، وبعد كده لما يكبر ان شاء الله هياكل كبده لحمه. هل هو انت اتاكدت ان كل ده تمام وان الواد ده ما عندوش انيميا؟ طب اتاكدت ان مفيش حد في البيت عنده ديدان او عنده تاريخ ان يكون عنده ديدان والطفل اتعدى فده السبب ان هو ما بياكلش؟ طب سالت الطفل ده عنده امساك ولا لا؟ ما يمكن الامساك مخليه ما بياكلش. طيب، اقترحت على الام ان هي تنظم الرضاعه او تثبت مواعيد الاكل وتخلي الرضاعه تربطها بالاوضه مثلا، وتخلي رضاعات اقل بالليل مثلا، بدل ما احرمه خالص على الاقل يبقى نص نص الولد، قادره اديله على الاقل شويه سوائل. جربت ان انت تقول لها ان تثبيت الاكل بيفتح الشهيه وبيخلي المعده تجوع بميعاد مع الوقت؟ طيب، جربت تديها فواتح شهيه طبيعيه زي مثلا انك تقول لها اطحني فول سوداني للطفل في الاكل؟ جربت تعلمها ازاي تزود السعرات الحراريه بتاعه الوجبه اللي بياكلها الطفل؟ فبدل ما البيبي هياخد معلقه فيها مثلا 50 سعر حراري، المعلقه دي لو انا مثلا معلقه البطاطس لو انا حطيت عليها نقطه زيت زيتون ومعرفش رشه جبنه شيدر ومعرفش حطيت مثلا شويه لحمه مفرومه، يبقى المعلقه اللي هو اكلها دي ارتفعت سعراتها الحراريه جدا وارتفعت قيمتها. جربت تقول لها مثلا تحط على الزبادي سمسم مطحون او تحط مكسرات مطحونه او تحط شويه شوفان باودر مطحونين؟ يعني افكار تخلي الطفل ياكل اكتر. لا طبعا ما جربتش، لان انت ما عندكش وقت تعمل كل ده. جربت تقول لها خلي بابا ياكله، خلي جدته تاكله لان ده بيفتح النفس، خلي الطفل ياكل في اللمه؟ جربت تقول لها قدمي له اكل كبار، بدل ما ياكل الاكل العادي؟ العيال عينيهم بتبتدي من التاسع تزوغ على اكلنا احنا، ما بيحبوش خلاص الاكل المضروب. فتعالوا نتعلم ازاي نقدم طعام اصابع الطفل يمسكه، او لو هقدم اكل البيت نفسه بدون ملح او صلصه علب، ازاي اهرسه صح واقدمه للطفل صح؟ ما يمكن ابني تتفتح نفسه وياكل. جربت تقول لها قدمي حلو على حادق؟ يمكن ابنك رافض الحادق. جربت طب نوزن البيبي الاول طيب ونشوف وزنه حلو ولا لا؟ ما يمكن الولد وزنه حلو بس مامته اللي متضايقه ان هو معتمد على الرضاعه طول الوقت، فيبقى هو مش محتاج حل جذري زي اللي انت بتعمله ده، ننهي بيه الرضاعه وننهي بيه المناعه وننهي بيه حاجات كتير قوي الطفل ممكن يستفيد منها، وبس الولد تمام. طب لو الولد حتى وزنه قليل، عملت الشغل اللي المفروض نفكر فيه عشان خاطر نزود وزنه؟ يعني بعد السنه مثلا زودت له مكمل غذائي، طالما هو رافض الاكل ممكن نحطه مع شويه ميه او ممكن نحطه مع شويه لبن او ممكن نحطه على الزبادي بحيث ازود وزن الطفل بطرق ما تحرموش من الرضاعه. انا بس يعني جربت تقول لها من ان لاخر ازاي تسكني الام التسنين فابنك يقدر يفك الاريافه دي وياكل معاكي؟ الحاجات الساقعه اللي ممكن يحطها في بقه، ازاي ياخد الستال بحيث ما يبقاش بجرعات عاليه عليه قوي بس في نفس الوقت تسكن، لان ده بني ادم برضه بيتالم، مش المفروض نسيبه يتالم. انا مش متخيله ان في سبب مرضي جامد يخلي الدكتور يقول افطمي. يعني هو حتى ممكن يقول لها شفطي اللبن وديه في كوبايه، طالما الطفل ده لما افطمه هياكل وهيشرب وهيبقى جميل، ما انا ممكن اشفط اللبن وديه في كوبايه. يعني هي المشكله ان هو بيرضع مني؟ الحقيقه انت ممكن يكون ما عندكش وقت تقول كل الكلام ده للام عشان عندك زيارات كتير قوي قوي قوي، فبتقول لها افطمي.
أنا عندي وقت أقول لِك الحاجات دي، وخلّيكِ متأكدة إن ما فيش أحسن من اللبن بتاعِك، ما فيش أكل في الدنيا هيكافئ اللبن بتاعِك أبدًا. ما تتخلّيش عن الرضاعة عشان شوية في الآخر إيه، هياكلوا إيه في الآخر؟ ما هُم بياكلوا في الآخر شوية بطاطس أو خضار محطوط فيه مبيدات، أو بتجيبي أكل جاهز من الصيدلية، أو بعد السنة بيتفتح عليكِ فتحة الحلويات، فما بياكلوش الأكل اللي المفروض ياكلوه. أنا مش باقول إن الأكل غلط، الأكل مفيد ومهم وبيدّيكِ فيتامينات عمرِك ما هتعرفي تجيبيها. بعض الفيتامينات مش هتبقى موجودة في اللبن، طب ما تجرّب تكمّل الفيتامينات اللي ناقصة للطفل اللي مش موجودة في اللبن وتسيبه يرضع، صح؟ طالما وزنه حلو.